بينهم. قام اسم النادي المصري بأيادي مصرية خالصة، وتم تأسيسه بدماء أبناء بورسعيد ضد الأندية الأجنبية اللي كانت على أرض بورسعيد موجودة. أندية كتيرة بتمثل الجاليات الإيطالية واليونانية والإنجليزية، وكان النادي المصري هو النادي الوحيد اللي بيمثل الجالية المصرية، وباعتباره ممثل وطني لأبناء المدينة أطلق عليه اسم النادي المصري ضد الأندية الأجنبية. وكان أول ملعب للنادي المصري بعد موافقة مجلس البلدية في 20 من مارس عام 1920 مكان جمعية الشبان المسلمين حاليا، إلى أن جاء عام 1955 حين افتتح البكباشي حسين الشافعي نائبا عن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ملعب الفريق الحالي، ومكانه شارع 23 يوليو. اللي حصل ده اسمه غزو وخيانه للنادي المصري والشعب بورسعيد والشعب الجمهوريه كلها، عشان اللي ماتوا من انحاء المحافظات اللي حوالينا دي خيانه، واحنا ما نرضاش بالخيانه. احنا شعبنا كمان شعب نضيف وعفيف وبنحب الغريب، ويعني الغريب بيعيش عندنا ويعني ببلاش يعيش في بلدنا. حزين لمؤاخذة على الجمهور بتاع نادي زي الاهلي. جمهور النادي الاهلي ده احنا بنشجعه، هما بيلعب في اي منتخب ضد اي فريق، احنا يا مصريين كلنا بنشجع نادي الاهلي. النادي الاهلي ده مننا، اولادنا واخواتنا، وشرط من الاساسي مستحيل لمؤاخذة اي شعب من شعب بورسعيد من الجمهور يرضى على كده. مشجعين النادي المصري ناس مؤدبين وناس محترمين، وشعب بورسعيد ناس محترمين جدا، وما يعملوش اللي حصل ده. يحتل النادي المصري المرتبة الثالثة بين الأندية المصرية بعد الأهلي والزمالك من حيث عدد مرات المشاركة في بطولة الدوري العام المصري منذ انطلاقه عام 1948، وحصل الدزوي لاعب المصري الفذ على لقب هداف أول بطولة للدوري العام المصري برصيد 14 هدفا. أحمد الجمال، الحياة اليوم.